سادتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم دورة فنون إنتاج الأفلام والدراما. تعزيز جهود تنظيم ومشاركة الشباب المهنية في عصب. الدراج هينوك مر برهان يفوز بمرحلة سباق كيوشو. حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء وإسرائيل تبدأ بالإفراج عن الأسرى. ترامب يلوح باحتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك. النشر العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي يعيد أساليب حرب الاستعمار. تخرج 37 فنانا تم اختيارهم من 12 مديرية تابعة للإقليم الجنوبي من التدريب النظري والعملي الذي نظمه قسم الثقافة والرياضة بالإقليم. وركزت الدورة التدريبية التي جرت من 30 من سبتمبر المنصرم وحتى 11 من أكتوبر الجاري على أوجه التشابه والاختلاف بين الأفلام والمسرحيات، ودور المخرج في الدراما واختيار الممثلين وإخراج الدراما والفيلم ومعالجته وأهمية النص وتأليف الأفلام القصيرة. وذكر مدير عام قسم الثقافة والرياضة السيد إبراهيم يوهنس في كلمته أن البرنامج كان فعالا في تنمية القدرات الفنية على المستوى الإقليمي من خلال التعرف على المواهب. وأشار مقدم التدريب الأستاذ طعمي عرفايني بدوره إلى أن الموهبة لا تكتمل إلا مع تكاملها بالمعرفة المهنية المتعلقة بها، موصيا بتطوير إمكانياتهم الإبداعية بالاطلاع المستمر واكتساب المعرفة، حيث أن ما تعلموه هو ابتدائي ويتطلب المزيد من التعمق في الفن والإنتاج. وأكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتا التسفازيان أن الإدارة تدعم دورات مماثلة تعمل على تطوير قدرات الشباب وتمكينهم مهنيا، مشيرا إلى أن العروض التي قدمها المتدربون برهان على مدى فعالية التدريب. في الختام تم تقديم الشهادات التقديرية على المؤسسات التي ساهمت في تنفيذ التدريب، وكذلك الجوائز للمتدربين والطلاب المتميزين ومقدم التدريب. في غضون ذلك قام المتدربون بتفقد أعمال البناء التي يتم تنفيذها في مقبرة شهداء دكم حريه يوم 11 من أكتوبر. عقد في مدينة عصب اجتماع لبحث سبل تعزيز تنظيم الشباب الموظفين وزيادة مساهماتهم في برامج التنمية والتصدي المخطط لها. وقدم مسؤول فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر سمينار حضره موظفو مختلف المؤسسات الحكومية في عصب، ركز على تعزيز الإنتاجية الشبابية. وذكر الشباب بضرورة أن يكون لهم دور مهم في إنجاح برامج ومهام مؤسساتهم الأساسية بكل ما يمتلكون من علم وقدرات وكفاءة. وأضاف أن الاتحاد يعمل على توسيع تنظيماته في كافة المؤسسات لتعزيز المهارات المهنية للموظفين الشباب ومعرفتهم في مختلف المجالات. وقال في الختام إنه ينبغي تنظيم المنتديات والفعاليات التنويرية بشكل مستمر لخلق بيئة تبادل الخبرات بين الشباب لتعزيز وحدتهم الوطنية وتطوير قدراتهم. تخرج 208 من الشباب والشابات في مديرية دكم حاري يوم 10 من أكتوبر من دورة تدريبية مهنية شملت تدريب تجذيب وتصفيف الشعر والعناية بالبشرة والإلكترونيات والرسم والتمثيل. تم اختيار المتدربين من 5 إدارات ضواحي، ويتوقع أن يحدثوا فرقا إيجابيا في حياتهم بالمهارات التي اكتسبوها. وكذا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في المديرية السيد فيلمون مسفن على أهمية التدريب المهني، وحث المتدربين على تطوير مهاراتهم من خلال الجهود المتواصلة. ودعا مدير مديرية دكم حر السيد ماني أبر المتدربين لاستخدام خيارات التكنولوجيا لإيجاد مصدر دخل وتغيير حياتهم. في الختام قدم المتدربون عرضا يعكس القدرات المكتسبة.
تقوم عيادة غزل عمزة في مديرية دباروها بدور هام في التوعية الصحية ومكافحة الأمراض. وأوضحت مسؤولة العيادة الممرضة نيغستي غبرزغابيهير أن العيادة تعمل على تطوير وتوسيع الخدمات الصحية والحد من وفيات الأمهات والرضع. وقالت إن تغطية التطعيم زادت للأطفال دون سن الخامسة، وإن خدمات التطعيم المتنقلة في إدارات ضواحي عد الوجه وتماجلة وعد مساقة ساهمت في ذلك. وأضافت أن الوقاية من الأمراض المعدية وخاصة الملاريا والأمراض المنقولة بالمياه هي أحد البرامج الجادة التي يتم تنفيذها، مشيرة إلى توزيع 5400 ناموسية في 12 قرية. وذكرت وجود برنامج للعمل التنسيقي مع الشعب لسد نواقص العيادة. فاز بطل إفريقيا ومتسابق فريق أستانا الكازاخستاني هينوك ملوبرهان بالمرحلة الثالثة والأخيرة من طواف كيوتشو المكون من 3 مراحل في اليابان التي جرت اليوم. أنهى هينوك ملوبرهان السباق البالغ طوله 119 كيلومترا في 2 36 دقيقة و6 ثوان، متقدما على منافسيه في نهاية السباق. كما نجح هينوك ملوبرهان في تحسين مركزين ليصبح الفائز بالقميص الأحمر بعد حصوله على المركز الثالث في المرحلة الثانية والمركز الأول في المرحلة الثالثة بمجموع النقاط. وقال الدراج هينوك ملوبرهان لوسائل الإعلام بعد فوزه بالمرحلة الثالثة من الطواف إنهم فقدوا القميص الأصفر في المرحلة الأولى بسبب سوء التفاهم، لكن بعد احتلاله المركز الثالث في المرحلة الثانية خططوا للفوز بالمرحلة الثالثة والأخيرة ليحصل على القميص الأحمر. توقفوا سادتي مع فاصل قصير وعودوا بالأخبار الخارجية. في رابع أيام وقف إطلاق النار بقطاع غزة وبعد 735 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، أفرجت كتائب القسام الجناح العسكري عن 20 أسيرا إسرائيليا في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى. هذا في المقابل وصل عشرات الأسرى الذين أطلقت إسرائيل سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس وصلوا إلى رام الله. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 96 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية أفرجت عنهم إسرائيل من سجن عوفر وصلوا إلى رام الله في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وافادت مصادر محلية بأن حافلتين ومركبة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الدولي أقلت الأسرى من سجن عوفر إلى قصر رام الله الثقافي، حيث كان المئات من ذويهم في انتظارهم. وفي العيد ذاته ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الكنيسة الإسرائيلي خلال زيارة إلى إسرائيل، قال فيه إن العالم يشهد الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد، وطالب بالعمل على تحقيق السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق السلام وفقا لرؤية ترامب. أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يلوح بتحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمال حصول أوكرانيا على صواريخ توماهوك في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتبحث إدارة ترامب بإمكانية تزويد كييف بصواريخ كروز بعيدة المدى عبر حلفاء أوروبيين، خاصة بعد إخفاق القمة الأخيرة مع بوتين في ألاسكا في تحقيق أي اختراق نحو تسوية سلمية. وكشف ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بالحصول على هذه الصواريخ خلال مكالمة هاتفية تناولت إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف. وكان بوتين قد عرب سابقا عن رفضه لفكرة تزويد كييف بصواريخ توماهوك، محذرا من أن ذلك سيشكل تصعيدا خطيرا ويلقي بظلاله على العلاقات بين موسكو وواشنطن. قال
وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز إن التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي يمثل إحياء لأساليب الاستعمار القديمة. وذكر بادرينو لوبيز أن النشر الحالي للسفن الحربية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي ليس أكثر من مثال صارخ على إعادة إنتاج النهج الاستعماري القديم. واتهم واشنطن بالسعي إلى الترهيب بالقوة، مضيفا أن شعب فنزويلا وقواتها المسلحة على أتم الاستعداد والوحدة للدفاع عن السيادة الوطنية. وكانت الحكومة الفنزويلية قد نددت مرارا وتكرارا بالنشر العسكري الأمريكي الأخير في منطقة البحر الكاريبي، واعتبرته تهديدا لسيادتها. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جويل موكر وفيليب آيتشو وبيتر هاويت جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025 تقديرا لتفسيرهم للنمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار. يذكر أن جائزة العام الماضي تم منحها إلى 3 اقتصاديين درسوا أسباب ثراء بعض الدول وفقر أخرى، ووثقوا أن المجتمعات الأكثر حرية وانفتاحا هي الأقدر على تحقيق الازدهار. وتعرف جائزة الاقتصاد رسميا باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية، وأنشأها البنك المركزي السويدي عام 1968 تخليدا لذكرى ألفريد نوبل رجل الأعمال والكيميائي السويدي في القرن ال19 الذي اخترع الديناميت وأسس جوائز نوبل الخمس. ومنذ ذلك الحين تم منح الجائزة 56 مرة إلى 96 فائزا، ولم تحصل عليها سوى 3 نساء. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تنظيم دورة فنون إنتاج الأفلام والدراما. تعزيز جهود تنظيم ومشاركة الشباب المهنية في عصب. الدراج هينوك مولو برهان يفوز بمرحلة في سباق كيوشو الياباني. حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء، وإسرائيل تبدأ بالإفراج عن الأسرى. ترامب يلوح باحتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك. النشر العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي يعيد أساليب حقبة الاستعمار. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.